مش هقول لك كان فين الاداء ده من زمان، انا هقول لك كان فين التركيز ده من زمان. اللعيبه نازله مركزه، اول 20 دقيقه 2-0 خلصوا الماتش. تركيز، اللعبه نازله فايقه، كل لاعب نازل مركز وعارف هو هيعمل ايه كويس. نفس اسلوب، نفس تشكيل ماتش الزمالك حطه النهارده. نفس الاسلوب، ساب الكره الانبي وهو اللي لعب على المرتدات، هو اللي لعب على الكرات المباشره. كان فين بقى الاداء والتركيز والكلام ده من الاول؟ يعني كان فين؟ كان فين حسين الشحات؟ ما كانش بيلعب من الاول ليه؟ الله اعلم. ماتش النهارده خلص بدري 2-0. اول 20 دقيقه كده يعتبر خلاص الماتش مات. انبي لهم جاي لهم ضربه جزاء والحكم لغاها تاني وجا لهم جون تسلل. فالماتش 2-0 يعتبر، يعني في بلغه الكوره، يعني انت قدام الاهلي وخسرت 2-0 في اول 20 دقيقه، فانت كده ايه، خلاص انت خسرت كده. فانت كسبت النهارده 3-0 بتركيز من اللعيبه. اللعيبه نزلت ركزت، عارفه هي هتعمل ايه، عارفه اللي هي هتسجل، عارفه اللي هي نزلت تسجل. يا اخي بن شرقي ما كانش بيلعب ليه بقى؟ يعني بن شرقي راس حربه دي ما تلعبهاش ليه؟ من اول موسم، من اول ما انت جبت مروان، من اول انتقالات يناير، لما جبت لي مروان عثمان وكاموش ولعب ومحمد شريف ولعبوا الثلاثه، قلت لك ما تلعبش براس حربه. حط بن شرقي واعمل لا مركزيه ودخل تريزيجيه راس حربه. حط بن شرقي على الطرف. هاني بالمناسبه بن شرقي مش يعني تريزيجيه ولا بن شرقي راس حربه. هتسالني تريزيجيه ولا بن شرقي، اقول لك لا تريزيجيه. ليه؟ اتفرج على الفريق النهارده من غير تريزيجيه. يعني اتفرج على تريزيجيه النهارده وهو مش موجود على الطرف. كوكا بيطير، اللعيبه بتلعب له، يقعدوا يفتحوا مساحات لبعض ومثلثات واللعيبه بتباصي. لو تريزيجيه كان موجود، انا في كل كوره زيزو كان بيستلمها على الجنب اليمين، كان زيزو بيستلمها، او لما كان بيروح حسين الشحات او امام عاشور، اي كوره حد بيستلم هنا، بتخيل ده لو كان تريزيجيه كان هيعمل ايه؟ كان هياخد الكوره يرقص ويضيعها، يرقص ويضيعها، يشوط ويضيعها. فده اللي انا كنت متخيله، احط تريزيجيه في الموقف ده. لا، فالفريق حلو جماعي من غير تريزيجيه. جماعيا لا، تريزيجيه بيهبط رتم الفريق بطريقه فظيعه. يا يلعب يا راس حربه يا ما يلعبش جناح، ما يشوفش تريزيجيه جناح تاني. تريزيجيه مش عايزينه يلعب جناح. جناح تريزيجيه ما ينفعش. زي ما قلت لك وضربت لك مثال في الحلقه اللي فاتت بكريستيانو، كان جناح بقى راس حربه. كذلك تريزيجيه انت جناح، ما انتش ممتع للعين، ما انتش تدخل ترقص، فقدت جزء كبير من سرعتك، الزمن عدى عليك، فخش راس حربه بقى انت بتعرف تفنش. فدي نقطه تريزيجيه. بدأ التشكيله النهارده بشوبير، وده حاجه كلنا متفقين عليها. حارس مصر في كاس العالم. بدأ ببيكهام عشان متألق. سبحان الله. يعني يا محمد هل انت بتعمل ايه؟ بجد قول لي على الساحل الافريقي اللي انت متعاقد معاه. بهزر طبعا، بس بتعمل ايه يا محمد؟ اي حد بيلعب مكان محمد هاني بيبدأ يلعب بيتصاب. من اول عمر كمال. مش هنرجع بالزمن اللي هو ايه قعد احمد فتحي، من اول عمر كمال. بعدها كريم فؤاد اللي كل ما يلعب اتصاب، كل ما يلعب اتصاب. عمر كمال جه لعب اتصاب. عمر كمال، كريم فؤاد، وبيكهام. واحمد عيد ما بيلعبش، مستواه واقع، لكن الثلاثه دول، يعني دول الثلاثه الحاليين في دماغي، كل ما حد يلعب مكانك اتصاب. بالمناسبه محمد هاني النهارده عمل ماتش حلو قوي. يعني محمد هاني نزل في الدقيقه حاجه و30، لا عمل ماتش حلو محمد هاني. دفاعيا هو كان لما نزل محمد هاني لعب بقى الدفاع ثالث، ولعب بطاهر باك وبكوكا باك وثلاثه قلوب دفاع. امن لان النتيجه كانت 2-0، فكان يامن يعني ونلعب على ايه اللي هو هنكسب، يعني عايزين الثلاث نقط، مش عايزين. هو دماغ صروب كده، خلاص الثلاث نقط جم هنحافظ عليهم، مش عايزين متعه. فهو النهارده بيكهام لما اتصاب، بالمناسبه الف سلامه بيكهام، يعني كان بيقدم مستوى، يعني كان بيقدم مستويات حلوه وبعدين قعد. لعب بهدر رياض ياسين مرعي. ياسين مرعي بطيء قوي قوي، كل حلقه اقول عليه بطيء، لان ياسين مرعي مش هو المدافع اللي تبني عليه. هدر رياض يبني عليه، لا هدر رياض مدافع خامه، مدافع قماشه، مدافع حلو، فهو اللي يبني عليه هدر رياض. انما ياسين مرعي لا، ده يبقى احتياطي. ياسر ابراهيم يبقى بره الفريق، بره المخطط خالص، مع احترامي لياسر ابراهيم ورجوله وجرينتا، لكن عنده 34 سنه وبقى بيغلط غلطات كبيره. فلو هو وياسين مرعي يقعدوا احتياطي، يا عم الف مبروك، يعني مبروك هما الاثنين يقعدوا احتياطيين، هو ياسر ابراهيم وياسين مرعي. وجرب الجزار. انا كان نفسي الجزار يكون النهارده في القايمه عشان يدخل يعمل اي حاجه. يا اخي وانت كسبان 3-0 ورينا الجزار. معرفش في طار ما بينه وبين تروب ولا ايه، مش عارف. على الناحيه الثانيه لعب كوكا. عمل زي ما قلت لك، كان بيزيد لان تريزيجيه مش موجود، مش واخد الكره لوحده، لا كوكا كان يطلع، اي حد معاه الكره يطلع كوكا. مش كوكا مش حلو قوي في العرضيات وفي الحته الهجوميه، بس كان بيطلع، كان بيبقى له شكل. يعني كان بيبقى له شكل، يعني ده لو كان بيلعب كان ممكن يطلع له الماتش ده باسيست. ليه؟ لان اللي مش اللي بيلعب تريزيجيه. نص الملعب زي ما كنت برضو بقول من اول الموسم، يا العب بمروان عطيه بس. لعب بمروان عطيه بس النهارده في نص الملعب رقم 6، بس مروان عطيه. وفي الهجوم بقى امام عاشور، حسين الشحات،
طاهر محمد طاهر، اشرف بن شرقي، تريزيجيه، ده كله في الهجوم. لفت نظر حاجه بقى في خط الهجوم ده، شايف الكوكب، شايف اصلا الفريق كله اللي قلت لك عليه مفيش لاعب بيلعب بشماله. ما عندكش لاعب، سيبك من المدافعين، ما عندكش لاعب في الهجوم بيلعب بشماله. فدي حاجه غريبه جدا، ما عندكش اللاعب اللي هو يجي من على الشمال يقطم لجوه ويشوط او يرقص من على الشمال، لا ما عندكش. ما عندكش حسين الشحات لما بيروح على الشمال هو بيلعب بيمينه، وطاهر بيلعب بيمينه، زيزو لما يروح على الشمال هو بيلعب بيمينه، بن شرقي ساعات بيروح على الشمال هو بيلعب بيمينه. فما حدش بيلعب بالشمال. نزل عمر سيد معوض بدع. دايما اللاعب الاشول بيبقى فيه سنه المهاره، بيبقى في حته المهاره دي بتبقى في اللاعب الاشول اللي بيلعب بشماله، ده بيبقى اللي هو يخترق. فعمر سيد معوض نزل عمل اختراقه حلوه ولعبها لامام عاشور اللي اتصاب شكلها اصابه تقيله، والف سلامه لامام عاشور، يعني صعب عليا ممكن ما يلحقش كاس العالم لان شكلها اصابه تقيله. مش هنستبق الاحداث ونقول ممكن تبقى صليبي، لا ان شاء الله تبقى خفيفه. طلع على العربيه، طلع بيعيط، كان مشهد مؤثر يعني، صعب عليا امام عاشور. عمل ماتش حلو امام عاشور، كان بيتحرك، كان بيدافع لما بدأ يرجع له الروح والحماس واللي هو يلعب ويدي ويبخلش بمجهود ويدافع ويهاجم، واتصاب في اخر دقيقه سبحان الله في كوره ملهاش لازمه، النتيجه كانت 3-0. عمر سيد معوض لعبها له على طبق من ذهب لكنه اتزحلق ووقع واتصاب، والف سلامه لامام عاشور. لعب جنبه حسين الشحات. حسين الشحات يا جماعه ده حاجه فاخره نضيفه. حسين الشحات النهارده في ارض الملعب بيقول لك جدد لي، جدد لي، مش بالمفاوضات ومش بالكلام، لا باداء انا هجدد، بالاداء بتاعي انا هجدد. ما ينفعش يمشي يا جماعه، راجل اهلاوي، كل ما تحتاجه تلاقيه، كل ما تحتاجه تلاقيه. ماتش الزمالك احتاجته في الدور الاول سجل قدامه، في الدور الثاني احتاجته سجل، النهارده بيسجل، احتاجته سجل، كل ما يبدا اساسا هيسجل، كل ما يلعب هيبدع. احسن من زيزو، يعني حسين الشحات ولا زيزو؟ لا حسين الشحات، لا حسين الشحات احسن من زيزو بكتير كمان. زيزو كان من اسوء اللعيبه النهارده في ارض الملعب، هو اشرف بن شرقي. وقبل ما تقول اي حاجه، بالرغم انه سجل كان بن شرقي الشوط الاول كان وحش، بس اثناء الجون بن شرقي كان حلو، باستثناء جون بن شرقي كان وحش. يعني لو شلت الجون اللي بن شرقي سجله حلو قوي، لا بن شرقي وحش. هو حط جون حلو قوي اشرف بن شرقي، كان جنبه طاهر وجنبه زيزو، اشرف بن شرقي طاهر زيزو، تحت امام عاشور والشحات. طاهر حلو، حلو اللي هو في ايه، لما ترحل محمد هاني لما تلعب بثلاثه قلوب دفاع، لا طاهر بيبقى باك حلو. طاهر محمد طاهر في المركز ده بتحط طاهر محمد طاهر بيدافع وبيهاجم، بيبذل مجهود، بيعمل دور، يعني بيعمل تاثير. حاجه فاتت قلت لك تاثير طاهر ولا تاثير زيزو، لا تاثير طاهر. النهارده هقول لك برضه شوف تاثير طاهر ولا تاثير زيزو. زيزو سجل ضربه جزاء، وهو اللي كان لعبها عرضيه لحسين الشحات لما خطفها، خدها بالعرض كده، خطفها الحارس كعبله قام جاي وقع خد ضربه جزاء. لا فانت دور طاهر ودور زيزو، لا طاهر اللي بيقدم له دور مجهود ودور ما بيبخلش النص. تعالى لما بتقول له ارجع يا طاهر العب باك مكان محمد هاني، بيرجع يلعب باك مكان محمد هاني، محمد هاني يخش قلب دفاع. فانت لما تقول له ارجع بيرجع، لما تقول له ارجع باك يمين يرجع لك باك يمين، لما تقول له هاجم لي جناح يمين هيهاجم لك جناح يمين. فهو ده طاهر محمد طاهر الذي لا يبخل بنقطة عرق الفريق، بيدافع وبيهاجم. زيزو مش فاهم، هل ده كان زيزو؟ يعني انا استغربت، انا قلت هو ده زيزو ال 100 مليون اللي جايبينه وفرحانين بيه من الزمالك وفري وكان بينافس على احسن لاعب في افريقيا. فرجعت الفيديوهات زيزو مع الزمالك ومش اجوان، عشان بعرفش في حاجه الاجوان دي. كاموش كان له جوان عالميه وكنا نقعد نقول كاموش، بس طلعت قلت لك انا مش متفائل بكاموش، لان لما اجي اتفرج عليه بشوف له ملخصات للماتشات، بشوف عمل ايه في الملخصات دي. فانا اتفرجت على زيزو مع الزمالك، لا لا مش ده زيزو اللي مع الاهلي ابدا، ابدا. يعني مش ده مثلا مدي مع الزمالك 100% ومع الاهلي 50، لا ده اذا كان مدي مع الزمالك 100% فهو مدي مع الاهلي 20%. فلا مش ده زيزو، مش ده احمد السيد زيزو، كان احسن، كان مترشح لاحسن لاعب في افريقيا. مش ده زيزو المساهمات والاسيستات واللي جوال، لا مش ده زيزو ابدا. لعب على اليمين ما اداش، لعب على الشمال ما اداش. كان جماعي عن تريزيجيه، هو اي حد هيلعب مكان تريزيجيه حسك اللي جابها دي فيها انتعاشه، فيها حاجه، في حاجه مختلفه بتحصل. انت شفت النهارده جابها تريزيجيه، جابها شمال، لا في حاجه بتحصل غريبه. انت مش متعود على كده، انت متعود ان تريزيجيه ياخدها ويضيعها، ياخدها ويرقص لوحده، يشيل الفريق، يموت الهجمه واللعيبه ترجع تدافع تاني. فده سبب من الاسباب اللي الاهلي النهارده لعب جماعي بطريقه حلوه. في ماتش الزمالك الاهلي برضه لعب جماعي بطريقه حلوه، تريزيجيه ما كانش حلو، يعني تريزيجيه ما كانش حلو، يعني لو جيت تشوف ماتش الزمالك والاهلي تريزيجيه كان اسوء لاعب في الماتش. فتريزيجيه يعني يا يلعب راس حربه ما يلعبش، وجهه نظري. تتفق تختلف تقول لي اسو جاي مش عارف كام جون، ماشي يا حبيبي، شوف جون كلها من منطقه الجزاء، من منطقه ال 18، لما بيخش مهاجم تاني لما بيخش بدماغه، ولما بيخش يفنش يجي من على الطرف يخش يفنش برجله. لكن تفتكر اللي تريزيجيه جون خدها من على حتته، من على الحته الشمال ودخل لجوه ورقص وشط؟
ما افتكرلوش غير جون واحد عملها قبل كده، جون واحد اللي عمل كده او جونين، لكن غير كده تريزيجيه كل جوانه من منطقه الجزاء. فتريزيجيه يلعب راس حرب بس. اللهم بلغت اللهم فاشهد، وجهه نظر. ماتش بادئ، لسه بنقص النبض. سلام عليكم حسين الشحات، اول جون حلو قوي، اخترق اختراقه زيزو اداها له. زيزو بالمناسبه النهارده بالرغم انه صنع وسجل، لكن ما كانش عاجبني، مش ده زيزو. زيزو اداها له، حسين الشحات راح من على الطرف وضحك على الحارس وعلى المدافعين وحطها بطريقه حلوه قوي، وقال لهم عادي، ده العادي بتاعي، دي الاجنحه بتعمل كده عادي، ده العادي بتاع حسين الشحات. ويحط الهدف الاول. ده 13. امام عاشور كان هيلبسنا جون، اتقلنا في الكوره. قلت لك يا امام عاشور قبل كده، حته الترقيص الزياده دي تتخلص منها. باصي، انت لاعب رقم 8 او لاعب رقم 10 تباصي، تباصي. دي متعتك، دي متعه خط نص ملعب، الباصات بتاعته مش المراوغات. عايز ترقص العب جناح، انما متعتك في الباص، الباص بتاعك بيبقى ممتع، فانت باص اعمل الحاجه اللي انت بتبدع فيها. غلط فيها، انفرد هتحط، لكن شوبير طلع قفل عليه كويس قوي. ده 15. زي كمال بيشوط واحد اي كلام في شوبير. تتلعب شوبير يشيلها، تترد بكل هجمه مرتده من ناحيه تريزيجيه. المثلثات بقى، المثلثات، زيزو يلعبها الكوكا اللي يلعبها بالعرض، الامام اللي ضيعها كانت قريبه جدا انها تدخل. لكن بص بقى الفنيات اللي بتحصل ناحيه تريزيجيه والجمعيه اللي بتحصل ناحيه تريزيجيه. تخيل لو كان تريزيجيه اللي استلمها مكان زيزو، كان بيقوم جاي ايه، تريزيجيه يوطي لك سن التوطيع كده، اللي هو يبص في الارض ويطلع يتقلب الكره يضيعها. ده 18. زيزو يلعب عرضيه لحسين الشحات، ما توصلوش، توصل للمدافع يريح الحارس، حسين الشحات يخش من وسطهم كده يلبس الحارس ضربه جزاء بذكاء حسين الشحات. زيزو يلعبها جون جميل. 25. بيكهام يتصاب، ينزل محمد هاني. ده 42. من امام عاشور لبن شرقي يضيعها بطريقه غريبه، بن شرقي كان وحش باستثناء الجول. انتهي الشوط الاول، يبدا الشوط الثاني بعرضيه من لاعب انبي. ياسين مرة كان حطها في نفسه بس شوبير شال. لعب عرضيه، ياسين مرة حطها من دماغه كده، رجع لشوبير، شوبير شال، كان هيلبسنا جول. كانت النتيجه 2-0 وكانوا ممكن يرجعوا في النتيجه. تتلعب ركنيه بقى، حتحوت يلعبها، يرقص بن شرقي وطاهر ويشوطها. شفت باع طاهر، باع بن شرقي، باعه ويشوطها، لكن شوبير تترد الكهرباء جون، والحكم الغائب بدايه التسلل الصحيح. يبتدي الشوط الثاني، شرب ب 2-0، عايز يامن، قام جاي مطلع حسين شحات المصاب ونزل ليلو ديانج. انت بتضرب النادي الاهلي، انت بتضرب احسن سكواد في مصر، وبتلعب انبي، انت بتلعب شويه لعيبه صغيره، مع احترامي لعيبه انبي يعني لعيبه كويسه، لكن انت الاهلي. فانت لما تطلع جناح تنزل رقم 6 ليه؟ هاجم، كنت تنزل مروان عثمان وتظبط الملعب، بن شرقي وزيزو كل واحد في مكانه، وطاهر انت رجعته باك، وانت محمد هاني كده كده، فانت تلعب بثلاثه دفاع وتهاجم يا عم. انت كأنك كنت بتلعب بخمسه دفاع، خمسه ورا واثنين في نص الملعب، سته وثلاثه قدام، 5-2-3. ده 62. عرضيه، عرضيه جون، مروان داوود يلعب عرضيه لفه كده، كانت هتدخل في الجون الاول، مصطفى شوبير لحقها وربنا سترها يعني. ده 65. ده 65. ينزل مروان عثمان وبن رمضان، ويطلع اشرف بن شرقي وزيزو. طب دوت منطقيه، بالذات التبديل ده. كنت عايز اشوف بن رمضان اللي بالمناسبه النهارده عمل شغل، عمل ازعاج، عمل نوش في الدفاع، عمل خطوره يعني. بيقول لك لاعبني امام عاشور اتصاب، اتمنى ان اشوف بن رمضان الماتش الجاي، لسه 15 يوم ما اعرفش اصابه امام عاشور يعني، ان شاء الله تبقى بسيطه ويقدر يلعب، لكن لو ما لعبش اتمنى اشوف بن رمضان، لان اللاعب ده لاعب كويس قوي. اللاعب ده يعني لو في مستواه مفيش خط نص في افريقيا يجي جنبه. بن رمضان اللي كنا من سنتين عايزين بن رمضان، اهو جه بن رمضان، مستواه في تراجع غريب، ولازم يعني لازم بن رمضان ده يرجع لمستواه، ودي مش هترجع الا بمدرب، مش هترجع الا بمدرب، ده شغل مدرب مش شغل بن رمضان. عشان بن رمضان يرجع لمستواه، لا ده شغل مدرب. عمل شغل النهارده حلو بن رمضان. 74. محمد هاني قطع كوره يلعب وانتو مع امام عاشور، اللي يرجعها لمحمد هاني على طاقه من دهب، بيشوطها صاروخ لكن في ايد الحارس. ينزل عمر سيد معوض الحريف الصغير اللي راح ريال بيتيس ورجعوه تاني عشان جاله رباط صليبي، واشتغل على نفسه ورجع من الاصابه ولعب وتالق في كاس الرابطه، وجالك يتالق. لو كنت تنزله بدري وانت كسبان 3-0، يعني انت جايب الجون الثالث في الدقيقه كام؟ انت الجون الثالث اشرف بن شرقي جايبه، اشرف بن شرقي جايب الجون الثالث. مش مهم، هو اشرف بن شرقي يعني كان جاب الجون الثالث بدري، كنت تنزل عمر سيد معوض،
كنت تنزل عمر سيد معوض، مش فاهم ما نزلتوش بدري ليه. بالمناسبه عمر سيد معوض لعب، عمل شغل عالي، رقص، هدد، مراوغه لعبها لامام عاشور اللي اتصاب فيها، فكان عامل شغل عمر سيد معوض. مصطفى شوبير تقييم اللعيبه، مصطفى شوبير 8 من 10. حارس مرمى، يعني ايه حارس مرمى كلهم حراس مرمى؟ لا، حارس مرمى منتخب مصر الاول، لا حارس جامد، حارس تقيل، موهبه. ومش كل ما يغلط الناس طلعت هجمته بطريقه غير طبيعيه، مش كده يعني. مش كده، لسه صغير، لسه يتعلم من اخطائه، خصوصا انه بادئ متاخر، يعني بادئ صد متاخر. كوكا كان بيهاجم، كان بيزيد، 5 من 10. كوكا مش هو الباك، يعني كوكا مش باك، مظلوم اللي محطوط في الحته دي. كوكا نص ملعب. قاسم مرعي 5 من 10، مش اللي طبيعي، مش يعتمد عليه. هادي رياض 7 من 10، مدافع كويس، خامه كويسه. بيكهام ما لحقش يعمل حاجه. محمد هاني هو اللي نزل مكانه 8 من 10، عمل ماتش حلو. محمد هاني التزم دفاعيا، لما طلع هجوميا شكل الخطوره، فده من الماتشات الحلوه لمحمد هاني، الماتشات اللي تشوفها تقول له حلوه يا محمد هاني. مروان عطيه 6 من 10، ما كانش احسن ماتش له. امام عاشور عمل ماتش كويس وربنا يشفيه، وان شاء الله خفيفه امام عاشور. حسين الشحات 9 من 10، من وجهه نظري في الشويه اللي لعبهم دول كان هو احسن لاعب. حسين الشحات، حسين الشحات لا غنى عنه، واتمنى اصابته تبقى خفيفه، ان شاء الله يرجع يعني في ال 15 يوم دول. احمد سيد زيزو 5 من 10، بن شرقي 6 من 10، طاهر 7 من 10، ادوار الدفاعيه والهجوميه. بن رمضان 6 من 10، ديانج 7 من 10 على قطعه الجون، قطعها حلو قوي. قال لي ديانج الجون نسيت اقوله، قال لي ديانج قطع كوره حلوه قوي، لعبها لامام عاشور، قام جاي حاططها لبن شرقي، قام جاي مسجل. بن شرقي بخامه، بن شرقي بطريقه بن شرقي. مروان عثمان 3 من 10، عمر سعد معوض 6 من 10. مروان عثمان مش مهاجم، يرجع سيراميكا احسن والله، وتبدا تجيب مهاجمين جداد. النهارده بشوف الزمالك بيكسب 1-0 بجون عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، وعندهم ناصر منسي وعدي، الاثنين دول راسين حرب. انا كان نفسي اصلا قبل ما عدي يروح الزمالك كان نفسي يجي الاهلي. فلسطيني كويس على فكره، خامه كويسه عدي الدباغ ده. لو نخطفه يعني يا ريت. ترتيب الدوري وفرص الاهلي في الدوري. ودلوقتي الترتيب: الزمالك مركز اول 53، بيراميدز 51، الاهلي 50. امتى تفوز بالدوري؟ ومش بعيد، مش بعيده والله. ده محتاج الزمالك يخسر مبدئيا كده من سيراميكا، وانا واثق ان سيراميكا تقدر على فكره. ليه؟ الزمالك هيلعب ماتشين كونفدراليه النهائي رايح جاي، ان خسر الكونفدراليه هيخسر من سيراميكا، ان كسب الكونفدراليه هيخسر من سيراميكا برضه. يعني ده توقعي، الزمالك هيخسر من سيراميكا. 53 نقطه وهيتني 53 نقطه. بيراميدز 51 نقطه، اظن انها صعبه ان سموحه تعمل مع بيراميدز حاجه، اتمناها تعادل واتوقعها تعادل، بس صعب. بس لازم يتعادلوا، يعني لازم بيراميدز دي ما ينفعش تكسب على الاقل عشان تلعب افريقيا. انت عايز الزمالك يخسر عشان عشان تاخد الدوري بقى او تلعب في افريقيا. كده كده انت عايز الزمالك يخسر، يعني كده كده انت الزمالك لازم يخسر عشان تلعب في افريقيا او تاخد الدوري. فماتش الزمالك ده لا حل غير الخساره. بيراميدز يخسر هيتعادل، هيبقى 52، افترضوا تعادل هيبقى 52 نقطه، الاهلي هيكسب 53 نقطه. 53 نقطه هيكسب مركز اول متساويين مع الزمالك اللي هيخسر مركز ثاني 53 نقطه. وبيراميدز يلعب كونفدراليه. ولما تسالني تحب مين اللي يلعب كونفدراليه، انا اتوقع ونفسي ان بيراميدز هو اللي يلعب كونفدراليه مش الزمالك. لا، ما احبش بيراميدز، ما احبش فريق بيراميدز، ده فريق اصفر كده بغل، فيلعب كونفدراليه. نفسي بيراميدز يلعب كونفدراليه وما ياخدش حاجه، دي الحاجه اللي نفسي فيها. لو بيراميدز ما خدوش الدوري الزمالك اللي ياخده، والزمالك الاقرب، هو محتاج نقطه، محتاج تعادل قدام سيراميكا. لكن ما اظنش ان علي ماهر هيسلم الماتش بسهوله، ما اظنش. وخصوصا ان معظم لعيبه سيراميكا اهلاويه او جايين من الاهلي، يعني كريم نيدفيد وعمرو السوليه ومحمد عبد الله والدبيس وغيره 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 يعني. فمعظمهم وسعد سمير، فمعظمهم جايين من الاهلي. فاتمنى ان سيراميكا توقع الزمالك، توقع الزمالك وبخساره، ما تتعادلش. سيراميكا لازم تكسب الزمالك، وزي ما قلت لك بيراميدز يخسر يا يتعادل، واحنا لازم نكسب كده كده. اللاعب المصري، مصر ما بيلعبوش على حاجه، هم كده كده بره الكونفدراليه، وبرضه سيراميكا ما بتلعبش على حاجه، هم كده كده في الكونفدراليه مركز رابع. فاتمنى ان احنا هنكسب المصري، ان شاء الله هنكسب المصري، مفيش حاجه اصلا غير ان احنا نكسب المصري. في اخر ماتش للسروب، في اخر ماتش حسين الشحات اتمنى نجدد له. اخر ماتش الكوكا اتمنى يتجدد هو كمان، يعني لسه صغير، مفيد للفريق، مفيد للفريق. حتى لو انت شايفه وحش، لا هو لسه صغير ومفيد، ووقت ما تعوزه تحتاجه. بالعامل لما اتصاب انت عاوزت كوكا احتاجته، لما وقت ما تحتاجه تلاقيه، احتاجته لقيته، احتاجته لقيته. حد في نص الملعب اتصاب هتحتاجه هتلاقيه برضه. فده بالنسبه لكوكا، يعني اتمنى نجدد لحسين الشحات وكوكا، وسروب تساووا معاه وتمشوه باي طريقه، لان ده ما ينفعش الاهلي. سروب ده هيمشي، هتلاقي الجزار بيلعب، هتلاقي بنالدرج على مستواه، هتلاقي المدرب اللي هيجي
هيجي مركز مع فريق ومش عايزين حسام. شفت جمال الاهلي النهارده؟ مش عارف، مضمون الكلام يعني حسام بدري خاين ما ينفعش يجي الدورة، بس خاين مش عارف خاين وعميل ما ينفعش يجي الاهلي. فالجماهير هتفضل حسام بدري، الاداره ما تعلنش مع الجماهير ما تجيبوش حسام بدري، كده كده الاداره مش هتعلن، هو بره الحسابات. هتجيب مصري هات علي ماهر، هتجيب اجنبي هات اجنبي حلو، سي في محترم، اجنبي راجل صغير، راجل لسه بيبدا كاريره التدريبي عشان يكتب نفسه حاجه، مش راجل عجوز وجاي يقبض فلوس زي سروب كده. بس وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، والسلام عليكم.